مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك معانا. يعني خطوه في تصوري جيده في هذا التوقيت، وكنا حابين نعرف اكثر عن تفاصيل هذه اللجنه الخاصه بتعميق التعاون من حضرتك. اتفضل يا فندم. هو صحيح البيان كان مقتضب اللي ابلغ به الدعاة في المحافظات، ويعني اثار نوعا من يعني الاحساس ب يعني عدم التوافق في هذا البيان او التوفيق فيه. وبالفعل يعني كان الحديث حديث عائلي، حديث اسره واحده. شرح الموقف ويعني اعترف الجميع انه البيان كان غامض، لم يكن واضحا وفهم فهما غير المقصود به. فالمقصود انه تختار وزاره الاوقاف باللقاءات والحوارات سواء في داخل مصر او خارجها، لان ترشح الوزاره من تريد ان يشارك في هذه اللقاءات. وبالفعل ده كان موجود، والسيد الوزير الحالي موقع على بيان مثل هذا انه يتم التشاور بين الجهه الداعيه والوزاره للشراكه في اختيار الاشخاص الذين يمثلون الوزاره في مثل هذه المنتديات. لكن لانه البيان اللي وزع كان غير واضح، انه يقول يعني حظر التعامل مع يعني زي لا تقربوا الصلاه بالضبط كده. الجزء المكمل انه مقصود به ان الوزاره تكون على علم بالناس الذين يتبعونها في حضور مثل هذه المنتديات او الحوارات. ويعني كان اللقاء لقاء حميمي، لقاء عائلي، تبادلنا فيه وجهات النظر، صدر فيه بيان واضح وكامل وشافي. ويعني اعتقد الغيوم انقشعت ان كانت هناك غيوم، ووضح الموقف، واعلن الوزاره في موسله في مندوبيها انهم يسلوا كل تقدير واحترام للطائفه، وانه يعني سنستمر في مزيد من التفاوض والشراكه لخير الوطن وخير الجميع. ويعني سنظل على عهدنا كما كنا وكما كانت الطائفه طوال عمرها حتى اوقافها تختتمها مع الاوقاف، لان الواقفين الانجيليين لم يفرقوا بين مسلم ومسيحي، بل كل الوقفيات الانجيليه نص على ان ينفق عائدها على فقراء المسلمين والمسيحيين على وجه سواء. وهذه بادرة من البوادر الجيدة التي أوضحت الأمور ورب ضارة نافعة. القس الدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية، بنشكرك يا فندم على هذه المداخلة، ويعني نتمنى أن تكون هذه خطوة أولى لمزيد من الخطوات.